هل فعلا الحب الناقم ملوش علاقة بالجنس وإن الشهوة والحب الحقيقي ما بيجتمعوش؟ لو أب لبنته، أم لابنها، لكن راجل ومراته عشان يتجوزوا أكيد لأ. إحنا اللي بيخلينا نشوف أصلا إن الجنس بالصورة القذرة دي، بصورة إن هو هيلوث الحب، ده كلام مش مظبوط تماما. وده طبيعي لأنه النموذج اللي إحنا بنشوفه من الجنس هو النموذج المعلن اللي هو بيكون في الأفلام الإباحية. ما حدش بيروح يصور حد يعني في بيوت في البيوت الناجحة، الزواج الناجح، ويصور نفسهم ويعرضوه. فدي حاجة خاصة جدا، ما حدش بيشوفها. بس هي في نفس الوقت هي حاجة راقية جدا لطرق التعبير عن الحب. تخيلي كده اتنين بيوصلوا لمرحلة من الثقة ان هم يعروا نفسهم قدام بعض باختيار ووعي وبطمأنينة. ودي اهم حاجه، ان كل واحد مطمن وهو معري نفسه، مش بس معري نفسه على فكره جسديا، لانه الجنس مش مجرد يعني علاقه جسديه وبس، هي علاقه كمان نفسيه. انه الاتنين بيقدروا ان هم يثقوا في بعض، ان هم يسيبوا لنفسهم. فهو من ارقى طرق التعبير عن الحب. المشكله ان احنا ما بنشوفش غير النموذج السيء منها بس. فمحتاجين ان احنا نتعلم ان احنا ما نعممش النموذج دوت، وان احنا يبقى هو ده النموذج الطبيعي عن الجنس. لا خالص، الموضوع مش كده خالص.